اعلموا يا رعاكم الله أن من أعظم مكارم الأخلاق وأجل الصفات العفة، فالعفة شأنها عظيم، وأهل العفاف منازلهم مرموقة ودرجاتهم عالية في الدنيا والآخرة. ليس الظريف بكامل في ظرفه حتى يكون عن الحرام عفيفا، فإذا تعفف عن معاصي ربه فهناك يدعى في الأنام ظريفا. فهذه هي العفة، عفة عن الفروج المحرمة، وعفة باللسان من الوقوع في أعراض المسلمين، وعفة عن الحرام، وعفة عن سؤال الناس أموالهم. فالذي لا يقدر على الزواج وما عنده من المال ما يتزوج فعليه أن يكون عفيفا عن الحرام، عفيفا من أن يقع في الزنا ومقدماته حتى يغنيه الله من فضله. أين أنت من العفة؟ إذا كنت من أهل العفاف فسوف يظلك الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. هذه العفة. إني أخاف الله يوم أن تدعوه المرأة إلى الحرام، إلى الخنا، إلى العفة، فيقول إني أخاف الله رب العالمين. إن الإنسان إذا كان من أهل العفاف فإن الله تبارك وتعالى يوفقه في أهله وفي أسرته ويحفظ له عقيدته ودينه، بل ويكون مآله إلى الجنة. فالعفة من صفات أهل الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه